أهلا بيكم. هنا راحة القلوب، مساحة هادية نحكي فيها عن اللي بنحسه من غير حكم ولا ضغط. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، وهو ليه الست بتسكت فجأة وبعدها بتقرر تمشي. يلا نبتدي موضوعنا وهستنى رأيكم. أخطر لحظة في أي علاقة مش لما الست تزعل ولا لما تعيط، أخطر لحظة لما بتسكت، لأن سكوت الست غالبا بيكون آخر مرحلة قبل ما تمشي. ناس كتير بتفتكر ان الست لما تبطل تتكلم يبقى كده الدنيا هديت، لكن الحقيقة ان السكوت عندها مش راحة، السكوت عندها انها تعبت من المحاولة. الست بطبيعتها بتتكلم، بتشرح، بتعاتب، بتطلب اهتمام، وبتدي فرص كتير جدا قبل ما توصل لمرحلة السكوت. السكوت بيبدأ بعد ما صوتها ما يتسمعش. الست لما بتزعل أول حاجة بتعملها انها تتكلم، لو اتسمعت بتهدى، ولو اتحس بيها بتسامح. لكن لما تلاقي نفسها بتتكلم ومحدش بيسمعها وبتعاتب ويتقالها انت مكبرة الموضوع، وبتتوجع ويتقالها انت حساسة زيادة، ساعتها بتبدأ تقلل كلامها، مش لأنها بطلت تحس، لكن لأنها فقدت الأمل إن حد يفهمها. السكوت بيكون بداية انسحاب عاطفي. لما بتسكت مش بتبقى قوية زي ما البعض فاكر، هي بتبقى بدأت تبعد من جواها، بتبطل تحكي يومها، بتبطل تشتكي، بتبطل حتى تزعل قدامك. واللي ناس كتير مش بتفهمه ان الست لما بتبطل تزعل بيبقى قلبها بدأ يبرد، لان الزعل معناه انك لسه فارق. القرار عمره ما بيكون فجأة. ناس كتير بتتصدم لما الست تقرر تمشي وبيقولوا ازاي ده ما كانش فيه مشاكل، لكن الحقيقة القرار ده بيكون اتبنى على سنين صغيرة من الإهمال. كل مرة اتكسرت وما اتكلمتش، كل مرة احتاجت احتواء وما لقيتهوش، كل مرة حست انها لوحدها وهي في علاقة. الست نادر جدا تمشي فجأة، هي بتمشي بعد ما تكون حاولت كتير او تعبت اكتر. الست لما توصل لمرحلة الهدوء التام ده مش نضج دايم، احيانا بيكون استسلام. بتبطل تحارب، بتبطل تحاول، وبتبدأ تجهز نفسها نفسيا للرحيل، حتى لو لسه موجودة جسديا. الست مش محتاجة معجزات عشان تفضل، هي محتاجة تحس انها مسموعة ومتقدرة ومهمة. كلمة طيبة، اهتمام بسيط، احساس بالامان، الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتخليها تفضل تحارب عشان العلاقة تعيش. افتكر دايما الست لما تعيط لسه عندها امل، ولما بتعاتب لسه عايزة تكمل، لكن لما تسكت خاف، لان غالبا القرار ساعتها بيكون اتاخد جواها من غير ما تقول كلمة.